تعالى اقول لكم على اسهل واسرع طريقه انا بعمل بيها الطعميه. قد ايه طعمها رائع ومميز جدا جدا، وكمان ناجحه ومضمونه من اول مره. هقول لكم ازاي تظبطوا اللون وكمان تظبطوا العجينه وازاي ما تفرولش معاكم في الزيت. كل النصايح اللي هتنجح معاكم الطعميه هتلاقوها في الفيديو الشامل الكامل بتاعنا النهارده، واقول لكم كمان ازاي تعملوا كميه كبيره وتحتفظوا بيها في الفريزر بطريقه صحيحه. بس قبل ما نبتدي وصفتنا بتمنى تدعموني بلايك وشير للفيديو، وتعالوا بينا يلا نبتدي على طول. النهاردة أنا هعمل معاكم كيلو من الفول المدشوش، اللي هو الفول اللي بنعمل بيه البصارة. الفول ده أنا بغسله كويس جدا وبنقعه في المية مش أقل من 6 ساعات، وفي فترة التنقيع دي أنا بغير له المية حوالي 3-4 مرات علشان لونه يبقى فاتح كده وريحته برضو تبقى حلوة. الموضوع ده بيخلي ريحة الطعمية تبقى جميلة على فكرة وما بتعملش مغص. بعرف الفول كويس امتى؟ لما اجي اكسر الفولة كده بتقطم معايا بكل سهولة، لكن لو لقيتوها قاسية لسه ممكن تسيبوها متنقعة شوية. كمان بنقعها طبعا في مية باردة مش في مية سخنة. بعد ما بننقع الفول بالشكل ده وبنصفيه بنبتدي نضيف عليه الإضافات المميزة بتاعتنا. أنا بضيف حزمتين من الكزبرة. الكزبرة بتخلي طعم الطعمية رائع، وحزمة أو نص حزمة من البقدونس إذا انتوا بتحبوا البقدونس. كمان أنا بضيف حزمة صغيرة من الشبت. أحيانا بضيف برضو حزمة كرات، يعني شوية كرات، ولو مفيش كرات ممكن تضيفوا الورق الأخضر بتاع البصل الأخضر اللي هو الصغير ده، بس أنا ما كانش عندي في اليوم ده ولا كرات ولا بصل أخضر فصرفت على كده. المهم بنجيب برضو 3 بصلات حجمهم حلو كده متوسط وبنقطعهم بالطريقة دي. ما تكتروش البصل زيادة عن اللزوم عشان ما يخليش الطعمية تاخد لون بسرعة معاكم وانتوا بتحمروها. هضيف ملعقة وربع من الملح، أو ممكن تضيفوا ملعقة واحدة كبيرة بس من الملح. الكمية دي على فكرة كانت مناسبة جدا لكيلو من الفول. كمان دلوقتي هضيف 4 ملاعق كبار من الكزبرة. الكزبرة بتخلي طعم الطعمية بصراحة يعني جميل جدا جدا. أجمل حاجة بنضيفها الكزبرة للطعمية. كمان بضيف ملعقة واحدة بس كبيرة من الكمون، ما تكتروش أكتر من كده عشان الكمون من الحاجات اللي لما بتزيد ممكن تمرر أي حاجة. كمان هضيف ملعقتين كبار من التوم المفروم، أو ممكن راس توم كبيرة. هي دي كل المكونات بتاعتنا. هقلبهم كويس جدا جدا كده مع بعض علشان نبتدي نفرمهم دلوقتي. في ناس ما بتحبش تضيف التوابل في عجينة الطعمية، لكن صدقوني انا جربت الطريقتين فالطريقتين ما بيفرقوش كتير عن بعض. دلوقتي انا هستخدم الكبة. لما تيجوا تحطوا كمية الفول دي اللي احنا هنفرمها خلوا بالكم من النقطة، ما تضيفوش كمية كبيرة علشان انتوا ممكن تضيفوا كمية كبيرة علشان تنجز معاكم. لا العكس تماما، عشان انا جربت كل ده صدقوني. ضيفوا تلت الكبة بس، وبعدين بنضيف ليهم ربع كوباية مية. كل شوية بنضيف ليهم تلت كوباية مية مش اكتر من كده. وبعدين بنبتدي نضرب الفول مع بعضه كده، بس ضرب متقطع علشان الكبة ما تسخنش معانا وتتحرق. كل شوية بننزل الحاجات اللي في الجوانب دي علشان كله يتفرم مع بعضه. بصوا هو ممكن ياخد معاكم يعني حبة وقت شوية، بس طولوا بالكم ما تشغلوش الكبة كتير، يعني شغل متواصل كده علشان ما تسخنش معاكم وتبوظ. انا نبهت اكتر من مرة عشان انا عايزة اقول لكم الحاجات دي كلها حصلت معايا. بعد ما العجينة تبقى ناعمة معانا خالص بالشكل ده بننزلها طبعا في طبق او في صينية لغاية ما نخلص كل الكمية اللي معانا. بصوا شكلها عامل ازاي. في ناس بتحب تفرم الطعمية فرم خشن، يعني براحتكم، احنا متعودين بنعملها ناعم بالشكل ده. هرجع اخد شوية تاني في الكبة، وزي ما اتفقنا احنا بنحط تلت الكبة. التلت ده الحاجة المناسبة يعني المثالية كانت بالنسبة لي بتنجز معايا. كل حطة انا بحطها كده بضيف ليها تلت كوباية مية. المية دي بتحرك لي الفول بسرعة وتخليه يتفرم بسرعة، وكمان بتخلي العجينة تبقى هايشة كده ومش مكتومة. كل شوية بننزل الحاجات اللي على الجوانب دي لغاية ما كل الكمية تتفرم معانا وتبقى بالشكل ده. هكمل برضو اخر شوية. بصوا انا حطيتهم كلهم كده ممكن على 3 مرات او 4 مرات على حسب حجم الكبة عندك، وكل الكمية دي المرة دي اخدت معايا كوباية مية. الكيلو الفول اخد كوباية مية، المرة اللي فاتت اخد كوباية الا ربع، فانتوا حسب ما تشوفوا قدامكم. بنخلط كل الحاجات دي مع بعض لما بنخلص العجينة عشان اتأكد ان التوابل والاضافات كلها متوزعة كويس. وبعدين بجيب كوباية كده واحط فيها كيس من اكياس التلاجة العادية دي، وهنبتدي نستعد ان احنا بقى نقسم العجينة علشان نفرزها ونحتفظ بيها وتقعد معانا فترة بقى وتبقى سهلة معانا.
باخد كمية كده، انا باخد قد كوباية مليانة. وبعدين اهم حاجة ان احنا بنخرج كل الهواء اللي في الكيس، خرجوه كله كده. وبعدين كده من فوق بنربط الكيس وبنخلي مسافة برضو علشان نبطط الكيس علشان يتفرد كده ما يبقاش سميك، علشان لما نطلعه من الفريزر يفك بسهولة، كمان علشان لما نرصهم في الفريزر يبقى شكلهم مترتب كده ما ياخدوش مساحة. بجيب الكوباية واحط فيها الكيس زي ما اتفقنا كده، وبلبس الكيس كده في الكوباية عشان يبقى مترتب، يعني سهل اني احط فيه العجينة. باخد الكمية اللي انا حباها، ما تحطوش كمية كبيرة في الاكياس دي علشان يبقى كل كيس على قد الاكلة بتاعتنا. ما ينفعش نطلع الطعمية نسيحها من الفريزر ونرجع نرجعها تاني، ريحتها بتبقى مش لطيفة. زي ما اتفقنا بنبطط الكيس ونفرد العجينة ونطلع الهواء ونربطه كده من فوق ونرجع نفرده كده. طبعا احنا هنعمل كل الكمية اللي معانا بنفس الطريقة دي بالظبط. الطريقة دي جميلة جدا كده وما بتاخدش مساحة يعني في الفريزر، في الوقت نفسه يعني بتبقى تحت ايدك كده وجاهزة. دي كل الكمية اللي احنا عملناها، طبعا كمية حلوة كلها بركة. عملت معايا 8 اكياس، وكمان في كيس كبير انا خليته دلوقتي علشان هقليه معاكم. لما بنيجي نقلي الطعمية بنضيف عليها شوية إضافات جميلة كده، زي ملعقة كزبرة، ملعقة سمسم، ويدوب رشة بسيطة كده على طرف الملعقة، أقل من تمن ملعقة كربوناتو أو بيكنج باودر. ودي اختياري، ممكن متضيفوهاش، يعني بنستعيد عنها بإيه. ممكن نضرب العجينة كده بالملعقة، نفضل نضرب فيها نضرب فيها كده. وفي ناس بتضربها بمضرب البيض على فكرة علشان الهواء يدخلها وما تبقاش مكتومة. وممكن تعملوا الطريقتين، تضيفوا الكربونات او البيكنج باودر، حاجه من الاتنين، او ممكن تضربوها كام ضربه كده بالملعقه. تعالوا نشكلها دلوقتي. بنجيب كوبايه فيها ميه او طبق، وبعدين بنبل طرف الملعقه وبنبتدي نشكل فيها. لو حابين تضيفوا سمسم تاني من فوق طبعا براحتكم، اهم حاجه نضغط عليه بس عشان ما يطلعش في الزيت. بصوا بنبل الملعقه كده وبنبتدي نشكلها بالشكل ده. لو حابين ما ترتبوهاش بايديك وتخلوا شكلها عشوائي كده بتبقى منعكشه شويه، شبه الطعميه اللي احنا بنشوفها في محلات الفول والطعميه، بيبقى شكلها كده مش مترتب. دلوقتي انا رحت على البوتاجاز وجبت طاسه صغيره خالص علشان ما اخدش كميه زيت كبيره. انا بضيف الزيت في طاسه صغيره لان لازم الطعميه تكون في زيت غزير طبعا، فعشان ما نستهلكش كميه كبيره استخدموا اصغر طاسه عندكم. لما ننزل بالطعميه في الزيت، الزيت لازم يكون مقدوح جدا جدا علشان الطعميه تبقى ماسكه نفسها كده وما تفرولش معاكم في الزيت وتنتشر وتبقى كده شكلها متلخبط، فلازم الزيت يكون مقدوح. وكمان لما بنضيف الطعمية في الطاسة بنهدي النار شوية علشان بتاخد لون طبعا بسرعة من بره، فاحنا محتاجين ان هي تستوي من جوه، فاحنا بنهدي عليها النار، بعدين بنخليها على الوسط يعني. ولما تاخد لون جميل كده بنقلبها على الناحية التانية لغاية ما نوصل للون اللي احنا حابينه، وبعدين نخرجها من الزيت. طبعا الطريقة دي علشان الزيت سخن هي ما بتشربش زيت خالص. شايفين شكلها عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم طعمها وريحتها رهيبه. طول ما انا بسويها يعني كانت قلبة ريحه البيت. صدقوني بدون مبالغه ريحه الطعميه الجميله دي احلى من ريحه الكفته والبرجر في نظري، علشان كميه الخضروات والتوابل الجميله اللي احنا ضفناها. بصوا بقى شكلها قد ايه جميل ويجوع، ودول الكميه اللي احنا هنحتفظ بيهم في الفريزر. تعالوا دلوقتي نعمل مع بعض احلى واطعم سندوتش طعميه. هنجيب العيش البلدي الجميل بتاعنا ده وهنرص فيه الطعمية، وممكن نحط معاها سلطة طحينة او سلطة طماطم اللي هي السلطة البلدي العادية بتاعتنا، طعمها رائع. بص من جوه قد ايه بتكون هشة كده ومش مكتومة، وكمان مستوية وزي الفل. عايزة اقول لكم الطريقة دي من اجمل واروع الطرق اللي ممكن تعملوا بيها الطعمية دي. طريقتي من زمان وانا ما بغيرهاش ابدا ابدا. يا رب وصفتنا النهاردة تكون عجبتكم، هستنى اشوف رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. بحبكم من كل قلبي.